أهلا بكم متابعينا الأفاضل، تتواصل تغطيتنا هنا في اليوم الختامي لبطولة البيت الإماراتي للعود. في هذه اللحظات نستضيف قائدي أو مسيري البطولة. أولا رئيس البطولة السيد صلاح العصلاني، وثانيا نستطيع أن نقول ذراعه اليمين أو نائبه السيد تركي القرني. مرحبا بكما. سأبدأ بالسيد تركي أو العريس، بما أن حفل زفافه قريب إن شاء الله. السيد تركي، كيف ترى هذه البطولة بعد نهايتها من البداية إلى النهاية؟ كيف تقيم العمل؟ هل أنتم راضون عما قدمتموه؟ هل تشعرون بالنجاح؟ وهل تفكرون في الاستمرار؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم شكري لكم أول شيء على تغطيتكم وحضوركم لنا في هذه البطولة، وأحب أشكر أبو أحمد صلاح العصلاني برضه، يعني بذل مجهودات صراحة كبيرة جدا يعني في هذه البطولة. والحمد لله زي ما شفت اليوم من ناحية الحضور كان مشرف، وبرضه الضيوف اللي جو اليوم إن شاء الله الحمد لله. والبطولة الحمد لله كانت من أفضل ما يرام، يعني على ما يرام، يعني الحمد لله كل شيء كان فيها تمام، وكان النهاية برضه جدا كويس، ونقول للدولة ألف مبروك لهم. يعني حديث الكابتن تركي يقودني فعلا إلى الحديث عن المباراة. كابتن صلاح، بما أنك رجل رياضي مدرب لأحد الفرق، كيف ترى أو كيف رأيت المباراة النهائية؟ والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. المباراة كانت متكافئة أصلا من الطرفين، وأكبر دليل النتيجة متقاربة 3-2، وجات فرصة في الأخير كادت أنها تكون تعادل. المباراة صراحة ومستوى الفريقين واللعيبة مكشوفين لبعض لأنهم من نجوم جدة كلهم من الطرفين، فكانت مباراة متقاربة فنيا لأبعد الحدود، ونتيجة 3-2 هذه أكبر دليل على صدق أنه المباراة كانت متكافئة. فعلا المباراة انتهت ب3-2، لعلي ذكرت في لقاء سابق أنها انتهت 3-1. شكرا على التذكير. عموما كلمة أو من هو الرجل الخفي الذي تريد أن تشكره وتقدم له نجاح هذه البطولة؟ أكيد كان هناك جنود مجهولون خلف الكواليس. من برأيك الذي يستحق التقدير أو تضع على جبينه قبلة شكر وتقدير على نجاح هذه البطولة؟ طبعا أول شيء الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم للرجال اللي وقفوا معنا من أمثال أخونا تركي القرني والأستاذ عماد السالمي، ورؤساء الفرق اللي تعاونوا معنا تعاون كبير وملموس في هذه البطولة. والواحد يقول دائما يد على يد بإذن الله نصنع الإنجازات بإذن الله. كابتن تركي القرني، بماذا تختم هذا اللقاء أو كلمة تود أن تقولها؟ أقول لكم يعطيكم العافية، وأتمنى أنكم تشرفونا في كل البطولات اللي إن شاء الله راح ننظمها إن شاء الله الجاية. وأحب أشكر أبو أحمد المرة المليون كمان، صراحة يستاهل الشكر وفوق الشكر صراحة، ويعطي العافية الجميع اللي ساعدونا على تنظيم هذه البطولة والخروج منها بشكل ولا أروع صراحة. إذا كان معنا رئيس اللجنة المنظمة السيد صلاح العصلاني، ونائبه أو عضو اللجنة المنظمة السيد تركي القرني. شكرا جزيلا لكم على حضوركما في هذا اللقاء.